مساء الهنا والسعادة على حضراتكم. معاكم النهاردة دعاء نوير، وطبعا معايا الأستاذة الدكتورة الجميلة جدا دكتورة عزة شعبان. منورة الدنيا. منورة عاملة ايه بيكي من حبيبتي. الحلقة اللي فاتت كده؟ الحمد لله. والكم الكومنتس اللي جالنا من الحلقة اللي فاتت والمواضيع اللي اتفتحت مواضيع وناس والكلام. كتير عايزة مواضيع كتير نتكلم بالظبط. فيها، مش ملاحقين. احنا عايزين بالظبط. نطلع كده كل يوم عشان نتكلم أكيد. في ان المواضيع شاء دي. الله اكيد خطة البرنامج اللي جاية هنطلع لكم اكتر من يوم، وده إن شاء طبعا الله. بناء على طلبات حضراتكم. بس حصل حاجة غريبة جدا يا دكتور. ايه اللي حصل ان الناس احتارت، قعدوا يقولوا طب انا عندي مقاومة انسولين، طب انا عندي سكر، طب انا عندي سكر ولا وعشان مقاومة كده انسولين. قررنا ان احنا الحلقة دي نكمل بالظبط. نقول ايه الفرق ايه ما الفرق بين بين السكر وبين وبين مقاومة الانسولين، لان فرق شاسع جدا. يعني كل الناس بتتخض لما اقول لها عندك مقاومة انسولين. دكتورة هو انا عندي سكر؟ اقول لها بنتك عندها مقاومة انسولين. ايه دكتورة يعني هي عندها سكر؟ لا، هي ما عندهاش سكر، لكن هي معرضة ان يجي لها سكر. بالظبط. النهارده هنتكلم ايه الفرق ما بين مقاومة الانسولين والسكر، بالظبط. واللي عنده سكر يعمل ايه، وايه يعمل الفرق ايه بالظبط ما بين السكر النوع الاول والنوع الثاني. وكمان مش عايزين ننسى الدايت اللي دايما بننزله في اخر الحلقه، واللي حضراتكم اكيد بتتابعوه وبتورونا احلى النتائج. وعايزه اقول لك لو النتيجه مش من اول اسبوع حصلت النتيجه المرضيه، نستمر. كملي واستمري وهتوصلي للي انت عايزاه. نجاحنا مش من اسبوع، مش بالزبط. هدفك اسبوع، انت هدفك صحتك، انت هدفك طول العمر، انت بالزبط. هدفك صحتك العمر كله. فهنكمل مع بعض واحنا معاكم ان شاء الله هنوصل للوزن الصحي بالظبط اللي يناسب صحتنا واللي يرضينا كمان. طبعا يرضينا. طبعا عايزين نحس بالرضا على صحتنا، على حياتنا. طبعا. نقدر نمشي، نقدر نتحرك، ما نبقاش محبوسين في قالب معين. بالظبط كده. جميل جدا يا دكتور. كمان مع حلقتك الجميله وكلامك الجميل هنعمل وصفه برضو هتناسب. هتعملي ايه؟ انا شايفه قدامي سمك. سمكه معانا النهارده، سمكه بوري لطيفه جدا جدا. وعايزه دايما انوه يعني ايه سمك بوري يكون طازه. في بعض الحاجات كده لازم نتبعها واحنا بنشتريه نعرف منين. بالظبط. واحنا بنشتريه اولا العين بتاعته تبقى عينه بتلمع، مش عينه بهتانه زي ما احنا شايفين، مش مطفيه. تاني حاجه بيبقى فيه خياشيم جوه هنا، طبعا احنا شايلينها. الخياشيم دي لازم تكون لونها بينك وردي فاتحه. لو لونها رمادي او اغمق من كده ما تفكريش طبعا تشتريها. بالظبط. كمان القشور او الريش اللي عليه من بره لازم تكون موجوده. السمكه متماسكه وماسكه نفسها، مش طريه وسايبه. كل ده من اسباب الشكل الصحي للسمكه بتاعتي، ان السمكه دي طازه ونظيفه، مش سمكه بايته مش سمكه ولا مجمده ولا او فاسده. يبقى احنا هناخد بالنا اولا من شكل السمكه. هنلاقي سمكه نظيفه، سمكه صالحه، سمكه غير فاسده. ده الف ب اكلنا في كل حاجه. طيب الوصفه دي هل محتاجه سمكه كبيره ولا سمكه صغيره؟ يعني هو يفضل طبعا انك تجيبي سمكه يعني معقوله كبيره شويه، بس لو الظروف سامحالك بكده تمام. مش سامحه هناخد اي حجم من السمك، بس يفضل عشان سمك نقدر بوري. نلبي كل يفضل سمك بوري، سمك لوت، سمك قاروص. اللي عنده امكانيه يجيب سمك قاروص بيبقى طبعا افضل. بالظبط كده. فاحنا السمك في الشتاء احلى كتير. هو السمك في اي وقت، شتاء صيف، بس هو في الشتاء بيكون احلى اكيد. السمكه نفسها بتكون احلى. بالظبط. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل سمك سنجاري النهارده. جميل. نتبله وندخله الفرن ونرجع لموضوعنا عشان يلحق يخلص معانا. تمام. ايه رايك؟ يلا بينا. مقاديرنا هتنزل على الشاشه مع حضراتكم، واللي هي عباره عن ايه؟ فصين توم مفرومين. انا هحطها كده في بوله صغيره، فصين توم مفرومين. هتتبلي في بوله كل التتبيله، وبعدين تحطيها السمك ننزل على السمك، وبعدين حبه ليمون لطاف. معلقه مستردة، ودي اختياري. عندك حطي، ما عندكيش مش هتفرق كتير. بس مستردة على السمك بتدي طعم مختلف، بتوديكي في حته تانية. واحنا عايزين نروح في حته تانية. احنا على طول معاكي في الحته التانية. بالظبط كده. مش عايزين نيجي من الحته التانية. هنحط شويه ملح، مش كتير. ملح طبعا. السمك ما بيحبش ملح كتير. شويه فلفل اسمر. شويه كمون. طبعا السمك حبيب الكمون حبيب السمك. ده حاجه يعني ما فيهاش كلام خالص. والكمون زي ما بفكركم تاني من الحاجات اللي بتساعد في تكسير الدهون، من ضمن مكونات المشروب الحارق برضه. بالظبط كده. ما انتي وعدانا بالمشروب. عماله اشوقكم على المشروب الحارق. قاعده تقولي بس هو خليكوا كده المشروب. طب اقول لك على بس حاجه، هو موجود على فكره على صفحتي لو حد حابب. وكمان احنا حلقاتنا ان شاء الله في اول السنه الجديده هنبدا بالمشروبات الحارقه. ايه رايك؟ خلاص يعني خليها بدايه كده. ايوه بدايه السنه بقى هنبدا نتبل. التتبيله زي ما احنا شايفين كده، ليمون وملح وفلفل وكمون ومستردة. بالظبط كده. بس كده الدنيا اختلفت. هدهن السمكه وبالفرشه هتدهني السمكه من جوه. الله الله. هي فتحاها وشايله يعني خط الظهر بتاعها. احنا منضفينها الاول من ورا، شايلين كل الريش. تمام.
وفاتحينها بالسكينه بسهوله جدا، مش متعبه ولا مرهقه ولا اي حاجه خالص. يعني سهله او بالمقص بالظبط كده. نحط كل التتبيله بتاعتي. جميل. ويلا بقى نشوف الخلطه اللي فيها الخلاصه. ايوه ده لسه في خلطه كمان. انت مفكره ايه احنا كده وهنسكت؟ لا احنا ما تعودناش عليك يعني كده بالظبط كده. لا 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 خالص. يلا بينا. معايا شويه فلفل الوان متقطعين. أيوة. تمام. ادي فيتامين سي كده على الماشي. تمام. شويه بصل متقطعين. جميل. حلوين قوي. شويه جزر كتير. جزر كتير. جميل جدا. حبه تتبيله من اللي معانا. هتتبلي الخضار بالتتبيله من السمك اللي انت لسه عاملاه. نزود لها حبه ليمون كمان. ايوه تمام. شويه طماطم كمان. انت شايفه كميه الحاجات اللي احنا حاطينها قد خضار ايه؟ كتير جدا والياف مفيد جدا. هحط لك حبه مستردة، وزي ما قلت لك ده اختياري. يعني اللي حابب طعمها تمام، مش حابب ممكن يشيلها. هزود بس رشه فلفل اسمر عشان ممكن تكون هنا قليله مع التتبيله، لان التتبيله انا حطيت كميه كبيره هنا اهو. شايفه الكلام ده يتاكل كده لوحده. سلطه حلوه جدا، طعمها حلو جدا بالظبط كده. ايوه ده اللي احنا بنقوله. الله الله الله، ريحتها لوحدها كفايه. حبه كده تتبيله مش هستخسرهم بقى ونشيل. لا ما تستخسريش فينا حاجه بالظبط كده. ويلا بينا بقى نحط الكلام ده فوق السمكه. الله بقى. ايوه شايفه الحدوته دي. الموضوع بقى مش سمك خلاص، انت هتاخدي وتشتغلي. وبعدين اكله صحيه جدا سريعه جدا. انا حطيت حاجه دلوقتي فيها اي نسبه فات اطلاقا خالص. اهو الخضار، كميه خضار لطيفه جدا هتساعدني على الحرق وهتقوي جسمي، هتديني طاقه طول اليوم، هتزود مناعتي. الياف مهمه جدا عشان مقاومه الانسولين او عشان السكر. الالياف مهمه جدا من الخضار. بالظبط كده. يبقى انا هاكل السمك. طب ينفع ده مع السمك الفيليه؟ رائع جدا. يعني بدل السمكه ده ممكن نعمل فيليه. ممكن نعمل قطع ويتقدم في العزومات، يبقى شيك جدا. معلقه زيت زيتون عشان خاطري. عشان خاطري بس كفايه يا ستي. كفايه لو سمحتي. المهم بقى والاساسي هنا. ايوه يعني في تركه. لا تفتكروا انا اللي هقول لكم يا جماعه. ما انا خلاص بقى خبره. حفظت خلاص. علمناها الطبيخ. هل هي هتعمل اكله مش هتحط فيها زعتر؟ مستحيل. طب هو ينفع سمك من غير زعتر؟ والله ما جربناش السمك بالزعتر. عيشي حياتك زعتر مع سمك. اتفرجي على ريحه السمك اللي راحت في حته تانية وطعم السمك وبقى فيه قرمشه كده صغيره كده مع طعم الزعتر. لا عيشي. جوعتي؟ هنجربها. انت بكل مره بتجوعيني، مش عارفه هروح منك فين. مش هتستحملني خلاص. يلا بقى شويه زعتر. شايفه يعني حاجه لطيفه جدا. هو بيقلب الريحه هنا بصراحه خالص خالص. ويا سلام بقى بعد الكلام ده ما يخش فرن ويطلع الروايح بتاعته. هنحطه كده في اي صينيه كده ويلا بينا هلا بيلا بقى كده على الفرن. شوفي بنحطه في ايه؟ في فويل. ليه؟ عشان يبقى سهل التقديم، سهل الاكل، سهل كل حاجه. يلا بينا على الفرن ياخد وقته عشان نرجع بقى لموضوعنا السكر وانواعه. يلا بينا. الشيف دعاء هتحطه لنا في الفرن، واحنا دلوقتي هنرجع على الفقره اللي بره. النهارده عندنا فقره ايه النهارده بره؟ عندنا النهارده فقره مميزه جدا. طبعا المدارس وجو المدارس. طيب ايه؟ ولازم نعمل شويه. انا تشوقت. فينو حلوين كده للمدارس. ايه رأيك؟ جميل. حبه فينو حلوين عشان ما نشتريش حاجه من بره زي ما احنا متفقين. مش عايزين نجيب حاجه من بره. كده هتعمل لكم كل الوصفات الولاد من البيت. بالزبط. يعني تقدروا تنفذوها في البيت وبمنتهى السهوله. صح. هنستنى تطبيقاتكم نشوفها. اكيد. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنطلع لفيديو مع شيف هالة الجنيدي وقناه هالة الجنيدي من الامارات، وعامله لنا شويه فينو منورانا بقى لها اسبوعين جامدين جدا. ايه رايك؟ عامله شغل جامد. لا جامده شيف هالة. يلا بينا تابعوها وتابعوا قناتها وشوفوها وارجعوا لنا تاني. هنستناكم.